بص يا صديقي، لو انت لسه داخل مجال الكول سنتر او خدمة العملاء جديد، او لسه مبتدئ، او حتى ما عندكش اي خبرة سابقة وخايف من رهبة البدايات ومش عارف تعمل ايه الايام اللي جاية ومحتار بينك وبين نفسك هتمشي في المجال ده وتكمل فيه ولا لا، يبقى انت كده في المكان الصح والفيديو ده ليك. لان في حلقة النهاردة هقولك على مجموعة من اهم النصائح اللي هتحطك على اول الطريق وتساعدك توصل لهدفك وكمان تنجح في المجال ان شاء الله. علشان كده يا صديقي تعالى مع بعض نروح نشوف الانترو ونرجع نكمل تفاصيل حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة انا معاكم عمرو رضوان، ودي قناتكم قناة رضوانيات، اول قناة متخصصة في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي كمان، واللي بفضل الله بتقدم لك المعلومة بشكل سهل وبسيط بدون أي كلكعة أو تعقيد. رجعت لكم مرة تانية بعد فترة غياب طويلة المرة دي، ولكن في البداية خليني أقول لكم إنكم بجد وحشتوني جدا جدا، وحشني تفاعلكم وحشتني أسئلتكم، وإن شاء الله مكملين مع بعض مرة تانية الفترة اللي جاية عشان أقدر أرد على أسئلتكم واستفساراتكم وأساعدكم في حل أي مشكلة بتقابلكم إن شاء الله. عشان كده يا صديقي العزيز قلت إن أول فيديو ليا في السنة الجديدة سنة 2023 لازم يكون متضمن مجموعة من النصائح والإرشادات لكل إخواتي وحبايبي المبتدئين أو اللي لسه داخلين المجال جديد، واللي بيكون زي ما وضحت لكم في المقدمة عندهم رهبة من البدايات وبيقعدوا بينهم وبين نفسهم كده بيفكروا إحنا الأيام اللي جاية هتكون عاملة إزاي؟ أنا أقدر أنجح في المجال ده ولا لأ؟ هل أنا قادر على استكمال المسيرة والنجاح والوصول للهدف المنشود؟ وبناء عليه بيكونوا محتاجين مجموعة من النصائح الهامة اللي محتاجين ان هم يمشوا عليها، او انه محتاجين ان حد يحطهم على اول الطريق ويرشدهم للطريقه الصح عشان يقدروا يوصلوا لهدفهم وينجحوا في المجال ان شاء الله، سواء هياخدوه كارير باص او مسار وظيفي ليهم، او ان هم هيتنقلوا منه لاداره تانية طبقا للهدف اللي هم حاطينه لنفسهم. عشان كده يا صديقي العزيز في البدايه صل على الحبيب قلبك يطيب، وتعالى ندخل في تفاصيل حلقتنا النهارده. حضر كده كوبايه الشاي اللي بتحبها او النسكافيه اللي انت عاوزه، وتعالى ركز معايا وصحصح دماغك عشان هقول لك على اهم 5 نصائح في حلقتنا النهارده ان شاء الله، مهمين جدا، ولو انت مشيت عليهم ان شاء الله اضمن لك النجاح بنسبه كبيره جدا. وطبعا ده تكمله بالحلقات اللي جايه ان شاء الله. وخليني اذكرك قبل ما ادخل في التفاصيل ان احنا كنا عملنا حلقه فيها اهم 10 نصائح للمبتدئين، هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو، او كمان هتظهر لك في علامه الاي اللي فوق. اتمنى انك تشوفه، هتلاقي فيه مجموعه من النصائح المهمه تكمله للنصائح اللي اقولها لك النهارده. واول نصيحه يا صديقي العزيز في حلقتنا النهارده وهي listen listen listen. بمعنى اصح لازم يكون عندك مهاره الاستماع الجيد. ولو انت متابعني من فتره هتلاقيني في كل الحلقات او معظم الحلقات اللي فاتت بتكلم عن الاستماع الجيد، واللي هتسمعه في حلقتنا النهارده وكمان هتسمعه في الحلقات اللي جايه، لان الاستماع الجيد واحد من العوامل المؤثره واللي بتساعد بشكل كبير جدا انك تنجح في المجال ده ويكون ليك شأن كبير فيه في فتره قريبه جدا. عشان كده يا صديقي العزيز لازم تكون بتسمع بشكل كويس جدا كل الكلام اللي بيدور بينك وبين العميل لما بيكون بيكلمك، وتكون مركز في الكلام اللي بتقوله عشان تقدر تحط ايدك على النقاط المهمه اللي هي اصلا كانت السبب لاتصال العميل بيك، وبناء عليه هتكون اجابتك اجابه واضحه وكامله نسبه الاخطاء فيها تكاد تكون معدومه، وده لانك انت مركز في كل الكلام اللي العميل بيقوله. وده من نعمه ربنا علينا ان هو خلق لنا ودنين وبق واحد، يعني بنسمع اكتر ما بنتكلم. عشان كده يا صديقي العزيز وباختصار شديد جدا، واحد من اهم العوامل او واحد من اهم النصائح اللي ممكن اقول لك عليها في حلقتنا النهارده، وهي ان يكون عندك مهاره الاستماع الجيد وانك تبعد عن اي مشتتات ممكن تاثر عليك وانت بتسمع العميل. اخر النصيحه اسمع بشكل كويس جدا. تاني نصيحه يا صديقي العزيز اقدر اقول لك عليها وهي براكتس امباثي، يعني لازم يكون في تعاطف في المكالمه اللي بتتم بينك وبين العميل، وده طبعا بيكون طبقا لسيناريو ومجريات المكالمه اللي بتتم بينك وبينه. يعني على سبيل المثال لو العميل جاي بيشتكي وبيزعق وانتوا خدمتكم وحشه، ما تقومش بدور المدافع ولا لا يا فندم احنا خدمتنا وشركتنا 10/10، لا طبعا. في الموقف ده لازم تكون في صف العميل عشان العميل يحس ان انت معاه على نفس الخط وحاسس بمشكلته. يعني ممكن تقول له والله يا فندم انا مقدر موقف حضرتك بشكل كبير جدا،
واكيد لو انا في نفس موقف حضرتك هكون في نفس الاستياء او اكتر، وانا هنا موجود ان شاء الله علشان اساعد حضرتك واحل لحضرتك المشكله. هنا انت فعلا في تعاطف كبير جدا مع مشكله العميل. قيس على كده مختلف المواقف اللي ممكن تحصل لك. يعني لو الموقف ده مثلا حاله وفاه، البقاء لله يا فندم. لو حاله فرح، الف مبروك يا فندم. لو العميل مثلا جاب خط جديد، الف مبروك على الخط الجديد يا فندم. طبقا لسيناريو المكالمه اللي هتتم ما بينك وبين العميل، لابد ان يكون في تعاطف العميل حسه منك، وده اللي هيسهل عليك المكالمه بشكل كبير جدا، وهيخلي العميل يتجاوب معاك في باقي المكالمه، والمكالمه تكون سهله وخفيفه كده على حضرتك، ما يكونش فيها اي نوع من انواع المشاكل ان شاء الله. ثالث نصيحه يا صديقي العزيز اقدر اقول لك عليها، وهي speak calmly and clearly. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني يا صديقي العزيز وانت بتتكلم مع العميل، امشي على المثل اللي بيقول خير الامور الوسط. بمعنى طريقه كلامك او صوتك ما يكونش عالي قوي فيخلي العميل يحس بنوع انك متنرفز او متعصب، ويحسسه بنوع من انواع العصبيه، ويكون هو كمان يتعصب معاك، ولا يكون صوتك واطي قوي يخلي العميل يحس بالملل. بالاضافه كمان ان الكلام اللي خارج من بقك او مخارج الحروف تكون واضحه بشكل كبير جدا، عشان العميل يقدر يستوعب ويفهم الكلام اللي انت بتقوله له. وفي نفس الوقت ابعد بشكل كبير جدا عن المصطلحات المكلكعه او التكنيكال، او اللي بنقول عليها التكنيكال جارجون، المصطلحات اللي هي متعلقه بوظيفتك، لان العميل ممكن ما يفهمهاش منك. بالاضافه كمان انك بسط الامور بشكل كبير جدا طبقا للمنتاليتي بتاع العميل اللي بيكلمك. لو العميل فاهم واديوكيتد تتكلم معاه عادي، لو العميل كبير في السن وهيفهم او مش قادر يفهم الكلام اللي انت بتقوله، حاول تبسط الامور بقدر الامكان. وده اللي انا بقول لك عليه، طريقه كلامك تكون واضحه وفي نفس الوقت اللي هي بطريقه معتدله. طيب رابع نصيحه اقدر اقول لك عليها بقى، وهي know your system well. واحد من اهم النصائح اللي انت ممكن تاخدها مني النهارده، وهي انك لازم تكون عارف السيستم اللي انت شغال عليه بشكل كبير جدا. يعني لو انت هتيجي قبل شيفتك بشويه، او هتقعد بعد شيفتك بوقت كمان، او ما بين الوقت اللي ما بين المكالمه والتانيه، قدرت انك تبص على السيستم اللي انت شغال عليه، تقدر تطبق الاجزاء النظري مثلا اللي انت خدتها وقت التريننج، تعرف حاجه جديده. لو في اكشن على السيستم مثلا انت كنت بترجع فيه لحد تاني، لا جربه بنفسك علشان تقدر تعمله في وقت من الاوقات. ممكن ما تلاقيش الشخص اللي انت بترجع له، فهتكون مطالب انك تاخد الاكشن ده، فبالتالي لو انت عارفه وبتعمله صح هتكون نسبه الخطا مش موجوده. بالاضافه كمان انك كل ما بتكون عارف السيستم بشكل كويس، عارف الاكشن بيتعمل ازاي، عارف الانفو بتجيبها منين، عارف الطلب بتاع العميل هتعمله ازاي، كل ما اثر عليك في حاجات تانية كتير مهمه، زي انك مش هتكون محتاج انك تحط هولد، مش هتقع في الديد اير، الاتش تي بتاعك هيكون قليل جدا لانك بتنفذ طلب العميل في وقت اقل من اللي كنت بتاخده قبل كده. عشان كده مهم جدا وجدا جدا انك تكون عارف السيستم اللي انت شغال عليه بشكل كويس، ودي نصيحه من النصائح المهمه اللي زي ما قلت لك هتعرفها مني النهارده. طيب نروح بقى لخامس نصيحه معانا النهارده وهي الاخيره، وهي don't be afraid to ask for help. يعني يا صديقي العزيز، سواء مبتدئ بقالك شويه، اصبحت متمارس الى حد ما يجيش العميل يسألك سؤال وانت فعلا مش عارفه او اول مرة يمر عليك وتجود. لازم وقت ما تحتاج المساعدة ترجع للشخص اللي يقدر يساعدك، سواء كان زميلك القديم اللي بقاله فترة موجود وقاعد جنبك، سواء كان للبرمنتور او التكنيكال او ايا كان المسمى، اللي هو عبارة عن الشخص اللي بيكون مسؤول عنك ويساعدك في اسئلتك او المشاكل اللي بتقابلك وانت شغال، او حتى ترجع للليدر او المديرك المباشر عشان يقدر يساعدك. لانه ما ينفعش تقول للعميل انفو غلط او معلومه غلط تاثر على الاكسبيرينس بتاعته، او تاخد اكشن على السيستم بشكل خاطئ، سواء هيضر العميل او هيضر الشركه اللي انت شغال فيها. وبكده يا صديقي يكون قلت لك على اهم 5 نصائح بناء على تجربتي الشخصيه في المجال على مدار سنين طويله، واتمنى كمان انها تكون حلت لك مشكله او حطيتك على الطريق الصح اللي تحل بيه مشاكل الموجوده عندك فعليا، وانك تشيل الرهبه الموجودة وبعض المفاهيم الخاطئة. وكمان يا صديقي فضلا وليس أمرا، انك لو فتحت الفيديو ده انك تحط او تدوس على اللايك او تعمل لايك للفيديو ده، وكمان اتمنى لو انك تعمل له شير مع اي حد من المهمين او اللي انت مهتم ان توصل لهم المعلومة عشان تساعدهم في المجال ده ان شاء الله. وكمان يا حبذا بقى لو انت لسه مش مشترك معانا في القناة، وانزل دلوقتي سجل اشتراكك معانا وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك ان شاء الله اشعار
بكل فيديوهاتنا اللي جايه، واللي اوعدك ان شاء الله كلها هتكون فيديوهات مهمه وفي الصميم. عشان كده استنوني في الحلقه اللي جايه وفيديو جديد وحلقه جديده. سلام.